فريق اعتقد جوانزو الصيني اللي لابس التيشيرت الاحمر، ده الزي الرسمي بتاعهم على طول بيلبسوا احمر. ده الهدف الاول عن طريق برضو لاعب برازيلي اسمه اليكسون. ده مارشيلو ليبي. انتوا عارفين مارشيلو ليبي بياخد كام في فريق جوانزو الصيني؟ تعاقدوا معاه في الصين او فريق جوانزو الصيني مقابل عامين ونصف، سنتين ونص، ب 30 مليون يورو. 30 مليون يورو بياخدهم مارشيلو ليبي في سنتين ونص مع فريق جوانزو الصيني، يعني في السنه 12 مليون يورو. ده الهدف الثاني للاعب الارجنتيني كونكا في الدقيقه 43. عندهم بقول لكم لعيبه مميزه جدا، عندهم اليكسون، عندهم موريكي، عندهم كونكا، عندهم لاعب اسمه جاولين. انا حفظتهم يعني مش عارف، انا حاسس ان انا عامل زي الجهاز الفني للنادي الاهلي عمال ادرس فريق جوانزو الصيني. فعندهم لعيبه كويسه جدا. الشوط الاول انتهى 2-0 لصالح جوانزو. ده الشوط الثاني. اوتاكا احرز الهدف الاول اهو لفريق بكين جوان في الدقيقه 55. كره مش اوفسايد، وبقت النتيجه 2-1. وبعدين هدف حلو قوي للاعب اسمه زهانج. ده شكله رقم 5 مساك من اللعيبه اللي بتجيد ضربات الراس. هو واحد جاي بقى متقدم يعني من ناحيه الباك رايت. الهدف الثالث، وفرحه مارشيلو ليبي بالهدف الثالث.